ايه ده انت بتفتي في وشك ولا تعالي حسك على امك. لا اسمع، اسف يا ماما، اسف يا ماما. يلا ايوه كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاه والسلام. ازيكم يا اماراتي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قد الدنيا دي كلها. النهارده جايه بيوم جديد وروتين جديد. عايزاكي يا قمر ما تنسينيش باللايك، ولو انت اول مره تشوفيني تنوريني بالاشتراك وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد انزله. وابتديت روتيني معاكم كده بلم الستاير بتاعت غرفه الاطفال، لاني كنت في الروتين اللي فات عامله لها تنظيف عميق جدا برضو من السقف للارضيه. هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن بوكس او اسيبه في اول تعليق مسبب باذن الله. وهنعمل مع بعض برضو كده تنظيف عميق النهارده في الريسبشن. واحنا عارفين في التنظيف العميق بنبتدي من فوق لتحت، يعني اول حاجه بنبتدي بيها السقف بتاعنا. بنجيب معانا الزعافه او المقشه المخصصه بقى للسقف معاكي، وتبدأي تزعفي كل التراب وكل الأتربة الناعمة، لو في عنكبوت لو في غبارة أي حاجة بتبدأي تزعفيها كده من السقف، عشان خاطر انت لما تبدأي تنضفي تحت ما تجيش تنضفي فوق في الآخر وتلاقي الدنيا اتبهدلت معاكي. فبنبتدي التنظيف من فوق لحد تحت. انا خلصت معايا تنظيف السقف كده داير ما يدور، نضفته معانا كويس جدا بالزعافه والشباك وكله. بصراحه زي ما انتم ما شفتوا كده ما سبتش جزء في السقف ما نضفتوش. وهبدا بقى اشغل دماغي كده وانظم وقتي. اخلع الكسوه بتاعه ركنه الانتريه. انا عندي الكسوه مش ثابته زي ما انتم شايفين كده، هي الشلت بتاعه الركنه بسوست كده، فسهله ان انا اخلعها واغسلها وابدا البسها تاني وهي نضيفه معايا. فهخلع الكسوه واملى معايا الغساله كده، احط فيها معيار الاريال اللي احنا بنحطه بشويه فانيش، وهنغسل معانا كسوه الركنه بحيث على ما اكون خلصت التنظيف العميق بتاعي تكون الكسوه اتغسلت معايا والشلت بقت نظيفه معايا. لان انا في الروتين ده هنغسل مع بعض الركنه معانا. انا جايبه شامبو اللي هو السجاد والمفروشات، وجايبه معايا مزيل للبقع عشان نستعمله، لان انا عندي الركنه فيها كده اجزاء صغيره مبقعه طبعا من الولاد، وبالاخص بقى الكنبتين اللي انتوا هتشوفوهم قدامكم دول فيهم كده بقع بسيطة من الولاد. فطبعا مش عايزة الدنيا تكبر مني، فقلت أول بأول هو البقع اللي ألاقيها هبدأ أغسلها معايا وننضفها. وبصراحة أول مرة أجرب الشامبو بتاع السجاد ده بتاع المفروشات ده والمزيل البقع، وبصراحة طلع روعة جدا وجميل جدا معايا. بس هكمل الأول إن أنا أبدأ أخلع بقية الكسوة بتاعة الشلت، وأشيل الشلت ذات نفسها الاسفنج ده هشيله جوه على السرير كده في النظافة، لأني هنرغي وهنبهدل بقى الدنيا معانا هنا وزحلقة ورغاوي وحاجات كتير. فخايفه طبعا الشيلات دي تقع معايا في الميه والصابون. هبدا اشيلها جوه، افضي معايا كده، اسيب بس الهيكل بتاع الركنه معايا. هبدا الاول بقى بتشفيط الاتربه اللي موجوده فيه، وزي ما انتم شايفين كده بصوا في بقع موجوده هنا. وكانت اليد دي بصراحه هي اكتر مكان معايا مش نضيف في الركنه، لان احنا الجزء ده بنقعد على الكنبتين دول اكتر حاجه معانا في الركنه، لان هم في وش الشاشه على طول، فتلاقيهم اكتر حاجه احنا والولاد بنستعملهم في القعاد. وطبعا انتوا عارفين ان الريسبشن عندي هو الريسبشن وهو الليفينج وهو كل حاجه، بناكل وبنذاكر وكل حاجه بنبقى فيه طول النهار. فبيبقى اكتر مكان عندي في الشقه يعني ايه محتاج نظافه ومحتاج اهتمام من الولاد وعمايلهم فيه. بعد ما عملت نضفت معايا الركنه كده بصراحه بالمكنسه كلها، اخدت بالي ان انا المروحه دي كلها معايا اتربه زي ما انتم شايفين. وطبعا احنا ما بنشغلهاش طول الشتاء، وهنبدا بقى نشغلها بقى عشان الصيف بقى بدا يهل علينا، كل سنه وانتم طيبين. فطبعا خلعت المروحه الريش ديت والوش بتاع الشبكه بتاعها خدته على حوض الحمام، وبدات ان انا اصبنها بصراحه كويس جدا. وجبت هنا الفرشه مشيت على السلك ده كله على الشبكه دي كلها، وبعد كده جبت الجوانتي اللي انا لابساه ده برضو يعني عدت عليه كده عشان لو في اي اتربه موجوده ناعمه انا ما وصلتهاش. بعد ما غسلت الريش دي حلوه قوي كده بالسبونشه والصابون جوه، نشفتها حلوه قوي قوي هي والشبكه قبل ما يركبوا كده. نشفتهم من الميه اللي موجوده فيهم عشان ما يبوظوش معايا. وهبدا اركبها. انا سهل عليا ان انا اركبها وافكها. انت لو ما بتعرفيش خلي حد يساعدك في النقطه دي، وخلي بالك عشان تركبيها صح، بدل ما تيجي تشغلي المروحه تلاقيها لا قدر الله اذيتك او اذت الولاد. فطالما ما بتعرفيش تعمليها خلي حد يساعدك فيها. بتعرفي زي كده هي سهله على فكره، اعمليها عادي مفيش اي مشكله. ده شامبو المفروشات والسجاد اللي انا بقول لكم عليه، ومعاه مزيل للبقع. انا حطيت زي ما مكتوب بصراحه حوالي نص فنجان من مزيل للبقع، وفنجان من الشامبو. وهبدا ارغي بقى رغوه جامده جدا، وهستعمل الرغوه بس هي اللي هستعملها في النظافه، مش هاخد الميه ذات نفسها.
انا كنت هنا بصراحه المقطع ده معرفش راح مني، كنت عايزه اوريكم البقعه على اليد دي، لاني بقول لكم دي اكتر يد بنستعملها او اكتر مكان بنقعد فيه في الركنه، فكنت عايزه اوريكم البقعه. كانت بشعه جدا، بس بصراحه النتيجه في النهايه عجبتني قوي. بقيت اجيب الرغاوي زي ما انتم شايفين وامشي على الاجزاء المبقعه معانا كلها، اللي فيها بقعه واللي فيها اتربه بزياده واللي محتاجه ان هي تنضف. وبصراحه لا، على فكرة ريحتني ونطفت معايا جامد جدا، وبقيت قاعدة مبسوطة حاسة ان انا كنت لسه جايباها جديدة معايا ونطفت معايا قوي. الخطوات اللي انا عملتها زي ما انتم شايفين كده، حطيت نص فنجان على فنجان من الشامبو، وبدأت ان انا اخد الرغوة والسبونشة دي ابدأ ادعك بيها كده معايا الاماكن اللي هي فيها بقع، وبعديها بفوطة مبلولة ابدأ امسح. بلاقي في الفوطة المبلولة طلعت الاتساخات على فكرة. وبعد كده في الاخر خالص جبت فوطة ناشفة وبدأت ان انا امشي على كل الاجزاء اللي غسلتها واللي مبلولة معايا، من ناحية هتنشف معايا ومن ناحية اأكد لو في اي حاجة. بصوا بصراحة نطفت وحسيت ان اليد بقت معايا جديدة، وبقيت مبسوطة ان هي الحتت المبقعة معايا في الركنة نطفت. انا ما عملتش الا الكنبتين دول. وبعد كده بقى كنا منضفين المروحة زي ما انتم شايفين، شغلت المروحة على الاخر معايا وبدأت ان انا ازق الركنة كده على جنب، عشان الحيطة دي برضو اكتر حيطة معايا في الريسبشن بتتبهدل معايا من بصمات بقى العيال واللحوسة والكلام من ده. فطبعا جبت معايا شوية مية وكرول الوان، وبدأت بالماب بتاعت الباركيه ديت ادعك بالكرول زي ما انتم شايفين كده، عشان لو في اي حاجة بقى مكان الولاد تنضف معايا. طبعا انا هدنيني ادعك في الحيطة دي شويه كده حلوين لحد ما هتبقى هي ما خدتش معايا وقت خالص. بس الحيطه هتشوفيها دلوقتي كانها رجعت، لاني لسه مبيضاها حالا نضيفه، لاني كانت مليانه لحوسه جامده جدا. وزي ما انتم شايفين الخط ده مكان الركنه، فهبدا اجيبها كلها برضو. في الاخر ادتني النتيجه اللمعه والجمال والنظافه دهيت. فانا بعد ما خلصت الروتين ده بقيت حاسه بفرق جامد جدا معايا في الريسبشن. زي ما انتم شايفين كده احنا مرتبين افكارنا، خدنا من السقف، خدنا بعديها الركنه غسلنا كسوتها ونضفناها وسبناها قدام المروحه. بعد كده جبنا الحيطان. هبدا بقى اخر حاجه معايا الارضيه. برضو الكرور الالوان انا ما بستغناش عنه، انا من الناس اللي بتعشق كرور الالوان في تنظيفات كتير جدا، بيدي معايا ريحه ونظافه، وبصراحه بيدي معايا لمعان جميل جدا. زي ما انتم شايفين وعارفين ان انا في سكن اداري، عندي البلاط اللي هو القديم قوي بتاع زمان ده، فالكرور الالوان هو بصراحه اللي بينضفولي معايا. ببدا اجيب الاركان وابدا اجيب انضف من تحت الركنه كلها، لان احنا عارفين ان ده تنظيف عميق. فهبدا اجيب الاماكن دي. انا عندي في الريسبشن الحيطان مفيش ميه بتتراكم عندها، كل الحيطان بتلاقي الميه مطرح ما احطها بتنزل كده في النص وتتجمع معايا في النص في الجزء ده زي ما انتم شايفين. انا هنا هسحب الميه اللي انا غسلت بيها الجزء اللي انا حطيت فيه الركنه وهبدا انزله. عندي ماسوره كده بنزل فيها الميه، هنا هوريها لكم كمان شويه. بس هندعك الاول معانا قدام باب الشقه وداخل باب الشقه، ده بيبقى اصعب مكان عندي، لاني طبعا بيبقى فيه المدهسه كلها اللي داخل واللي خارج واللي واقف واللي داخل المطبخ واللي خارج من المطبخ. طبعا عارفين مدخل الشقه بيبقى صعب شويه، فاحط فيه شويه كرور الوان كده محترمين وهبدا ادعكم بالمقشه واسيبهم كده معايا يبوشوا لو في اي بقع في البلاط، على ما الف بقى على بقيه الريسبشن بقى كله بالكرور. وزي ما انتم شايفين الرغاوي والنظافه دي، انا المنظر ده بيعجبني قوي قوي قوي. يعني بصوا ببقى مرتاحه وببقى حاسه فعلا ان انا نظفت الحاجه كده والحاجه نطفت بضمير. طبعا بعد ما دهكت شويه حلوين محترمين كده، هبدا الرغاوي دي كلها اشدها الاول بدل ما اغرق الميه والاقي الميه جريت معايا في الاوض. انا عندي مشكله، طبعا البلاط قديم، فعندي الميه لو ما لحقتهاش بتجري مني في الاوض وبتبهدل لي الشقه كلها. فاول باول كده الاجزاء اللي انا بحدف فيها الميه وانضفها ببدا ان انا اخفف من عليا الميه وننزلها في الماسوره دي. ده اسمه مزراب، لان الجزء الغامق البلاط الغامق اللي انتوا شايفينه ده كان بلكونه واتفتح عندي على الريسبشن، الناس اللي قبل مني فتحوه عندي على الريسبشن. فانا ما بستعملش الحمام ابدا في جر الميه بتاعه الريسبشن خالص، انا بستعمل الماسوره دي عشان خاطر لو جيت على الحمام بلاقي الميه بتجري مني في الاوض جامد جدا وتبهدلني. فطبعا الماسوره دي منها للشارع فبتوفر عليا كتير جدا، بدل ما الدنيا تغرق مني لا هنا اتجاه الميه احسن وافضل ان انا اخده على المكان ده.
بعد ما مسحنا الأرضية كده ولمعتها بالفوطة في الآخر، هبدأ بقى أجيب معايا الجوانتي دوت وبشوية مية بكرور ألوان برضو، هبدأ أمشي على الحيطان وعلى الحتت اللي أنا حاسة إن هي مبصمة ومحتاجة إن هي لأ يتعاد عليها وتنضف. همشي على الحيطان كلها وهنضفها، مش هخلي حاجة معايا في الحيطان خالص، هتبقى الدنيا معايا زي الفل. وبكده انا خلصت مسيح وتنظيف، نبدأ بقى نفرش ونركب حاجتنا ونرجع كل حاجة بنظافة كده. كان طبعا السجاد انا غسلاه في الدراي كلين، انا زي ما قلت لكم في الفيديوهات اللي فاتت انا ما بغسلش السجاد الكبير عندي لاني لا عندي المكان ولا عندي المنشر اللي انا اقدر اشيل واغسل واعمل عليه، انا ببعتها تتغسل في الدراي كلين. وفرشتها بقى معايا وبكده بصوا الركنه بقت معايا نظيفه جدا. كان فاضل بقى حاجه واحده معايا اللي هو الازاز. انا عارفه ان انا ما بهدلش الغسيل بتاع الازاز، لا بغسله عادي بملمع الزجاج، فهنضفه معانا دلوقتي بملمع الزجاج، بس كان البخاخ بتاعه باظ، هبدا اغيره وهنجيب نلمع الازاز كله بقى. طبعا برضو من بصمات الازاز لان انا مفيمه الازاز فلازم بيبقى فيه لمعه زي المرايه كده، فملمع الازاز اللي بيفرق معايا. طب لو ما عندكيش ملمع ازاز ان انت تعملي بيه او مش متوفر معاكي ان انت تجيبيه، شويه بريل او كرور الوان مع لتر ميه او لتر الا ربع ميه وشويه خل، يعني بريل او كرور الوان اللي متوفر فيهم عندك مع الخل والميه، وهتحطيهم في بخاخ زي كده وهتبداي تمسحي بهم الازاز، هيبقى الازاز معاكي برضو زي الفل. بس هو عشان انا كنت جبته متوفر معايا من ضمن الحاجات اللي انا جبتها، فطبعا هستعمله هلمع بيه الازاز عندي. هنخلي بقى الازاز معانا. انا المشكله ان عندي ظروف الازاز كبيره جدا فبتاخد مني وقت شويه، هنخليها بس معانا كده بتلمع ونضيفه معانا زي الفل، لان انتوا زي ما انتوا عارفين انا مركبتش الستاير بتاعه الريسبشن بقالنا كتير كده قاعدين من غير ستاير، ومش عارفه كل ما اجي اعمل الستاره كده حاجه تعطلني، لان مش عايزه اركب ستاره من الستاير القديمه اللي عندي، انا عايزه اعمل ستاره جديده وعندي القماش والله، بس المشكله ان انا مش لاقيه صنايعي صح يعملها لي، ما عادش في صنايعيه زي زمان. دلوقتي انت عشان تلف على صنايعي لازم تروحي لواحد واتنين وتلاته، لان في ناس كتير بقت بتستغل اي شغلانه وممكن تبوظ منك القماش. فانا عايزه حد بس كده يكون عنده مهاره ان هو يعمل لي ستاره حلوه، انا القماش متوفر بس المشكله في الصنايعي. بصوا على اخر اليوم بقى كان الروتين بتاعي معايا خلص كده، كنا طول النهار طبعا بنخلص فطارنا، وزي ما انتوا شفتوا في اول الروتين كنا عاملين الفطار بتاعنا، لان الروتين ده روتين قديم من روتينات رمضان وقبل العيد، مش روتين جديد بصراحة، بس عندي الرافتر مش عارفة انزل من عليه الفيديوهات كويس. كنا في اخر اليوم كان الريسبشن معانا بالنظافة والجمال والحلاوة دي. اشوفكم في روتين جديد وما تنسونيش باللايك.